السلام عليكم يا جماعه. النهارده يا جماعه معاكم محمد يا جماعه، ورجعت لكم في فيديو جديد. قبل كل حاجه يا جماعه مش بس يا جماعه اللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يا جماعه يوصل لكم ان شاء الله كل فيديوهاتنا يا جماعه. وقبل كل حاجه بس انزل تحت صلي على النبي يا جدعان، صلوا على النبي يا جدعان. بصوا يا جدعان بقى، دي نسختي بتاع فك الحظ، نسخه اصدار 1.2. دي النسخه الثانيه، وكل ما احدث فيها اعمل اصدار جديد. النسخه دي يعني طورت فيها شويه حاجات عن النسخه اللي فاتت، فنسمي بالله يا جدعان نخش على النسخه. اول حاجه يا جدعان ده شكل النسخه اهوت. ممكن تكتب اي باسورد كدهوت، هيقول لك الباسورد ده غلط. هقول لك ايه المميز في الصفحه ديت. انا عملت حاجه محدش في المجال كله عملها، وهي مثلا انا لما اعمل مثلا اكتب اسمي مثلا، او ده مثلا الرمز اللي هو محمد واحد 3 وحيد، واخرج بره وامسحها كمان وارجع للبرنامج تاني موجوده. ده معناه ايه؟ اللي انت لو كتبت الباسورد مره، الباسورد عمره ما يروح الا لو انت مسحت بيانات البرنامج. فهنكتب الباسورد ونكتب الصوت عشان بس في اغنيه في البرنامج. اهو يا جماعه، اهو البرنامج يا جماعه. هيقول لي ايه الفرق عن اللي فات؟ هقول لك الفرق كتير جدا يا حبيبي. عندك هنا تواصل مع المطور اللي هو انا، عندك اليوتيوب بتاعي والشات، لينك الشات بتاعي، ايميلات الشركه اهيت، وعندك الموضوع شرح الطريقه ديت، شرح الطريقه ديت اللي هو الفيديو اللي انا بشرحه دلوقتي، اللي بيعلمك ازاي تستخدم البرنامج. هتقول لي يا محمد يعني ايه مميزات في البرنامج ده كده؟ هقول لك البرنامج دوت بياخدك واحده واحده، يقول لك ازاي تفك الحظر بتاعك. يعني بص، شرح الطريقه ديت ده الفيديو اللي قلت لك عليه. عندك هنا الموضوع دوت، بص عندك فك تخمين، فك حظر انتهاك طبيعي، فك حظر الجمله ديت عشان بس ما ينفعش اقولها عشان ما يجيش بند على الواتساب، على على اليوتيوب. كود فك ملغم، كود فك مشاهدة انتهاء، الحاجات دي انتوا عارفينها بقى. هتقول لي يا محمد طب ماشي الحاجه هي انا هعمل ايه دلوقتي؟ اقول لك الحوار مش مستاهل خالص. اقول لك مثلا انت حد مخمن الكود بتاعك مظبوط، مظبوط. هتروح اول حاجه رايح على ايميلات الشركه، تروح واخد اي ايميل من دول، تروح رايح على الجيميل بكل سهوله، دوس على انشاء، تحدد، هتكتب من البريد مثلا بتاعك لبريد تاني. كده انا ضفت ايه؟ مستلم. هاجي انا بقى عند الموضوع وهروح خارج كده اهوت، واروح رايح عند ايه؟ شرح الطريقه، قصدي الموضوع. وانا مثلا حد مخمن الكود بتاعي، هاخدها كده ادوس عليها هتنسخ. هتعمل ايه هنا يا حبي؟ تبقى كده عند شرطه كده مثلا وتكتب الكود بتاعك. يعني مثلا كود مصر بتاعنا 20 و010 مثلا كده يعني. تروح دايس فين؟ بعد ما تخلص هتدوس هنا كده، اول ما تدوس عليها هيترسم. في رسائل تانية بقى بتديك حاجات تانية كده. انت صديق انت كده بتفك الحظر بتاعك، ولا في اسهل من كده؟ بص في اسهل من كده اصلا. وكمان يا جماعه ان شاء الله يعني في الاجزاء الجايه بقى انا في نسخه الفي اي بي. النسخه دي انا حاليا شغال عليها. النسخه دي اصلا بتعمل له لشخص معين بالاسم والطلب. دي بتاخد الرقم منك كدهوت، تبعت لها الرقم تفك لك الحظ. حد يقول لي عوفي طب انت النسخه دي هتبيعها بكام؟ اقول لك النسخه دي هتكون غاليه جدا، لان مش انا اللي هفك بيها، ده ذكاء صناعي وحاجات كده كتير اللي هتفك الحظ، بس برضك انا هدفع فلوس على الحاجات ديت. فانا النسخه الفي اي بي ان شاء الله انا دلوقتي شغال عليها، ولما انزلها يا جدعان هعرفكم على طول. والنسخه ان شاء الله هتكون حلوه. وبصوا يا جدعان بس يعني اي حد فيه مشكله معاه في البرنامج مش على التواصل مع المطور دوت، يتواصل معايا على الواتساب، انك كده اصلا اوريدي بتشوف الفيديو من الفيسبوك، قصدي من اليوتيوب. فيا جماعه انا حاسس الفيديو طول، ونتصور يا جماعه ان شاء الله. يعني النسخه ديت انا عاملها عشان انا اصلا ما بكسبش حاجه من النسخ اللي بعملها، لان كده كده اصلا بحط فيها اعلانات. مش هعمل لك زي الناس اللي اقول لك انزل حمل من الرابط تحت وتلاقي 100 اعلان. فالمهم يا جماعه انا اقول لكم بقى
النسخة دي رابطها مباشر والرمز بتاعها هو 2008. ده اهم حاجة، رمز النسخة يا جدعان 2008، 20/08 2008. واللي عايز النسخة الجديدة هعرف كل تفاصيل ان شاء الله. ان شاء الله يا جماعة اشوفكم في فيديو جديد يا جماعة، والسلام.